زمان كانت حياتنا جميلة وبسيطة ومليانة بالأحلام. كانت بيوتنا مليانة بالناس، وكانت أبوابها مفتوحة لأي ضيف نعرفه أو منعرفوش، لأن كان في أمان. كانت أعيادنا فعلا أعياد نفرح فيها ونتلم مع كل العيلة، ونعمل للأهل والقرايب زيارات نشوفهم ويشوفونا. كان الجيران أهل وعزوة وسند، كان الجار بيراعي جاره ويخاف عليه، يشاركوا أفراحه وأحزانه وفي الشدة تلاقيه. كانت النفوس صافية والمشاعر دافية، كانت لمة الصحاب وضحكهم وكلامهم هو الونس. كانت روح الجماعة موجودة حتى في الأطفال ولعبهم. كان الكل عايش حقيقة ملموسة ومشاعر ود حقيقية. كانت الوجوه بتتقابل وتتسامر في الحقيقة مش من خلف شاشة. كانت الحياة بسيطة والابتسام من القلب والرضا مال النفس. كانت تصرفاتنا أساسها الحياء، والقلوب مليها النقاء، والطيبة هي صفة القلوب. كانت ألف إيد تتمدلك لو في يوم وقعت أو احتجت لسند. كان اللي بيساعدك من قلبه مش مجرد مصلحة. كانت البركة مالية بيوتنا بدعوات الناس الطيبة وقلوبهم الصافية. كانت حياتنا الخاصة كتاب مقفول مش مسموح لحد يقراه ولا يقرب منه، لأننا كنا عارفين حرمة الحياة الخاصة. دلوقتي أصبحت الحياة الخاصة متاحة للجميع، ننشرها ونقولها ونتكلم في أدق تفاصيلها، ولما الناس تتدخل نقول دي حياتنا الخاصة وإحنا حرين فيها. طيب ما انتوا اللي خليتوا حياتكم الخاصة دي حياة عامة متاحة للجميع. كل حاجة للأسف اتغيرت، حتى سلوكياتنا وأخلاقنا وحتى مبادئنا. التغيير سنة الحياة وده شيء طبيعي، لكن الجميل إن التغيير يكون للأفضل مش للأسوأ، يكون تغيير إيجابي مش سلبي. الحياة اتطورت وأصبحت أسهل، ده حقيقي، لكن زمان كانت الحياة بسيطة وصعبة، لكن كان مليها الحب والود وراحة البال، عكس حياتنا دلوقتي اللي أصبحت أسهل لكن ضاع منها الجمال والصدق وراحة البال. مهما قلنا عن زمان هنلاقي نفسنا بنرد ونقول قول للزمان ارجع يا زمان.